السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا فيديو جديد، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. كومنتاتكم بقى ولايكاتكم بقى اللي بتشجعني يا بنات. نبدأ بقى ونسمي بالله. اول حاجة هنا بقى انا هعمل معاكم رز بلبن. جبت هنا نص كوباية رز، او يعني تبقى مثلا كوبايه الا ربع، بس كوبايه صغيره مش مج يا بنات. وهنا بحطها في حله وبحط عليها شويه ميه، اللي هما مش يغطوها، شويه ميه كده حلوين، يعني مش كتير قوي ومش قليلين. وبعد بس وبسيب بقى الرز لحد ما بيتسلق زي ما انتوا شايفين كده. تحسوا ان الرزايه بتدوسوا عليها كده خلاص اتهرت، اللي هي استوت يعني سوا كامل. بس لو في بقى لسه في شويه ميه بتصفيهم، لو الرز شرب الميه كلها خلاص. بس وبعد كده بقى بننزل باللبن. انا هنا يعني المفروض ان هي نص كوبايه الرز هتنزلي عليها ب2 كيلو لبن. ايوه 2 كيلو لبن، مش قليلين خالص يا بنات. هتشوفوا في الاخر الرز بجد انت اصلا هتحسي يعني هتحسي بيه وانت بتاكلي رز بلبن، ومش قليل يعني يا بنات، وهيعجبكم. بس بعد ما بنزل بقى بال2 كيلو لبن، اول ما احس كده ان هما دافوا بنزل عليهم بكوبايه السكر زي ما انتوا شايفين كده. انا بالنسبه لي كده كانت السكر بالنسبه لي كويس، يعني هو ما بيجزعش كده، معقول. الناس اللي ما بتحبش السكر او هي كده كان معقول، مش ماسخ، لا طبعا كان طعمه حلو يا بنات. بس انتوا لو عايزين تزودوا سكر شويه زودوا، مثلا نقوله ربع كوبايه، مش اكتر من كده عشان ما يجزعش نفسكم. عشان لو بقى هتزينوا بقى بيها، هتزينوا بقى رز لبن من فوق باي حاجه وكده، ولو برضو مش هيتزينوا هيطلع مسكر ومظبوط معاكم. هنا بقى قلبت كده لحد ما الرز لا سوري يا بنات، لحد ما السكر داب وكده. بدأ بقى خلاص بقى اللبن سخن بقى. بكون مجهزه معايا كوبايه ميه، وبحط فيها 6 معالق نشا. بدوبهم كويس يبقوا جاهزين معايا كده. اول ما ابدا كده احس ان اللبن سخن كده وهيعمل الفقاقيع اللي بيعملها الفقاقيع دي، بنزل بقى بالنشا وبقعد بقى اقلب كده. ما تسيبوش اللبن، وما تسيبوش اللبن يا بنات كده ايدكم كده تبقى فيه كده، تقعدوا تقلبوا انتوا بعد ما بتنزلوا بالنشا كده، تقعدوا تقلبوا. بتحسوا بالسمك الرز بلبن، يعني بيبان كده من تقلبة المعلقة ان ده السمك المظبوط يعني. طبعا على حسب النشا، في نشا بيبقى يعني خفيف شوية مش بيجيب نتيجة غير زي المعلب اللي في الكياس، غير السايب كده يا بنات. فانتوا طبعا ايه بتبقوا مظبطين كده. انا هنا كنت حطيت 6 معالق من النشا اللي هو الجاهز اللي كان في اكياس. بصوا يا بنات شايفين السمك معايا عامل ازاي؟ هو اصلا كده خلاص مسافه بقى ما انا بسيب بقى المعلقه بيبدا يعمل الفقاقيع، لان هو اصلا خلاص سخن وبيعملها. بس انا عشان بقلب بدوب الحاجه فيه كويس، بس عشان النشا برضو ما يكلكعش وكده. بس هنا بقى خلاص كان عمل معايا بقى الفقاقيع دي. شايفين يا بنات السمك بتاعه؟ اهم حاجه نسمي بالله واحنا بنعمل، واحنا بنقلب نسمي بالله، واحنا بنصب اللبن نسمي بالله، كل حاجه نسمي بالله. هنا بقى نزلت بقى بكيس الفانيليا وطفيت عليه. بس ليه نسمي بالله؟ لان هو اصلا في العادي المفروض نسمي. وفي اللبن عامه المفروض اي حاجه فيها لبن بنسمي. في العموم يا بنات تسموا يعني، بس هو خاصه اللبن يعني. انا بسمع كده ان المفروض اللبن يعني نسمي. هنا بقى انا بعمل بكوبايه مش بمغرفه، عشان الكوبايه انا بحب كل ما اصب كده اقلب تقليبه كده واصب. ما ينفعش اصب على طول عشان الرز كده متوزع في كله. بتصبي وانتي بتصبي بترفعي ايدك شويه كده، بحيث ان هبده اللبن كده هو بيتحط كده، ده اللي بيعمل الوش. فاهمين يا بنات؟ والله يا بنات يعني الطريقه دي جربوها، دي اصلا طريقه المحلات، دي طريقه اسكندريه اللي هو اصلا بتاعت المحلات الشهيره يعني. انا جايبه لكم الطريقه الصح المظبوطه يا بنات والله. بس فزي ما قلت لكم الهبده دي هي اللي بتعمل الوش. ترفعي ايدك كده، وكل مره بتحطي في الطبق بتقلبي كده تقليبه كده صغننه كده بالكوبايه. شايفين يا بنات؟ والله يا بنات اللي هيجرب طريقتي هيدعيلي. يعني يا رب تكون الصوره موضحه لكم اصلا الوش عامل ازاي.
لسه قبل طبعا ما يعمل وش، هو هيعمل وش طبعا اكتر لما يهدى كده شويه. انا لما هدى حطيته في التلاجة قعد ساعه. بصوا بقى الوش. بصوا انا اتعمدت اعمل بمعلقه بالراحه كده، ما انزلهاش مره واحده عشان تاخدوا بالكم من الوش عامل ازاي. زي ما قلت لكم، رفعه الايد كده وانتي بتصبي اللبن، رزعه اللبن دي كده بتعمل وش. مع ان اصلا الطريقه اللي انتي عاملاها طبعا مظبوطه، فبتطلع معاكي بتطلع معاكي الحاجه مظبوطه. بجد يا بنات كان طعم تحفه. يعني انا لو مش واثقه من الطريقه ان هي هتبقى ناجحه معاكم وممتازه ودي الطريقه الصح، انا ما كنتش عملتها معاكم يا بنات. هنا بقى حطيت بقى على الوش كده، كان عندي بقى زبيب وجوز الهند وكده، فزينتها بيهم. كان سكر، مش هتفرقيه بينه وبين اللي بره الجاهز. شايفين يا بنات اصلا الرز باين ازاي؟ يعني نص الكوبايه دي او كوبايه الا ربع، انا زودت شويه صغيرين خالص يعني، ما وصلتش للكوبايه كده الا ربع بس يعني. آه عايزه اقول لكم كانت مظبوطه جدا. انا كده مزوده، المفروض ان هي نص كوبايه. يعني هي اصلا المعيار المفروض كيلو رز على 25 كيلو لبن. فاهمين يا بنات؟ هي كده، ده المظبوط يعني. بس شايفين بقى. وهنا بقى حطيت شويه قرفه كده في طبقين، الباقي سبته ساده في التلاجة، بس طلعت دول بس كده اوريكم بقى ازينهم معاكم يعني. بس ايه رايكم بقى يا بنات؟ انتوا بقى اللي بتحبوه بقى زينوا بيه. عايزين تسيبوه ساده برضو عادي يعني، برضو بيطلع طبعا تحفه، طعمه تحفه والوش جامد جدا. يعني عايزه اقول لكم كان بجد يعني كان زي العسل والله يا بنات. شايفين؟ يلا بقى اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. لايكاتكم بقى وكومنتاتكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامه.